السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة برضو معانا جولة جديدة في المتحف المصري الكبير. طبعا أنا باخدكم معايا بالكاميرا وبحاول أعمل زوم، ونبتدي كده أول قطعة قدام مننا بإذن الله لوحة الحدود. طبعا أنا بقف على البروشور عشان لو أنت عاوز تقف عليه تعرف أنا بتكلم على إيه. ماشي، أنا بتكلم معلومات عامة عن القطعة، لكن التفاصيل بتبقى في البروشور بتاعها. بحاول أصور وأنت تشوف. زي ده مثلا صورة اهوت لتمثالين، ادينا بنصور تمثالين زوج وزوجته. تبص تلاقيه ننزل كده على اللوحة اهو، تشوف اللوحة مكتوب عليها التفاصيل. اهم حاجة التصوير يكون عاجبكم، واكون عند حسن ظنكم في التصوير، ولو في اي تعديل في التصوير عرفوني. اهو زي ما انتوا شايفين بقرب على اللوحة دي. لوحة حجرية برضو، بحاول بقدر الامكان يكون التصوير واضح وقريب. وفي الاخر بعرض لكم البروشور برضو اهو عشان تعرف احنا بنتكلم على ايه. اهو دي مجموعة بروشورات اهو بتتكلم على اللي احنا صورناه. وده برضو لوحة تانية اهو تصوير. يا ريت يكون عاجبكم، اكنك في المتحف بالظبط بتتفرج وتشوف عظمة المصريين القدماء. برضو ده تابوت حجري عليه نقش اكنه ليزر بالظبط. ما شاء الله، جميل جدا جدا جدا. تابوت ملكي، ما شاء الله جميل جدا. حاجة جميلة. سامحوني معاكم انا اهوت. وده برضو التصوير اهو لقطع اثرية جميلة جدا. بحاول بقدر الامكان اقرب الصورة عشان تتفرجوا براحتكم. حاجة جميلة، ما شاء الله ما شاء الله، لا اله الا الله. صلوا على النبي كده، ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تصوير اهو بحاول اقرب بالتصوير زي ما انتم شايفين. وده برضو تمثال. معظم الحاجات ديت انا بنزلها ريلزات على القناة تتفرجوا عليها، وبحاول اشرح اللي اقدر عليه. اللي ما اعرفش اشرحه بنزل على البروشور بتاعه اصوره وتتفرجوا عليه وتشوفوا. اهو قطع رؤوس تماثيل. وده تمثال نصفي لملك، شكله كده الملك خفرع برضه اهوت. ودي برضه التماثيل اهي برضه من بعيد. وبعد كده هنروح التمثال ده، طبعا انتوا عارفينه عرضته لكم، تمثال الملكة حتشبسوت. هي بتلبس لبس ملكي رجالي عشان يطغي، اداها هيبة ووقار في وضع تقديم القرابين. نزلت لكم على القناة. ودي برضو بعض التماثيل الصغيرة من المقتنيات اللي تبقى موجودة في المقابر الملكية ومقابر النبلاء للحياة في العالم الآخر حسب اعتقادهم يعني. فبديك المقتنيات اللي هي الحياة اليومية، كل شيء بتستخدمه في الحياة اليومية بيبقى موجود في المقبرة مع الميت، سواء كان ملك أو أمير أو من النبلاء أو من الكهنة. كل المقابر اللي بتكتشف بيبقى فيها قطع زي دي كده. عشان كده مقبرة زي مقبرة توت عنخ آمون فيها 5500 قطعة. دي برضه بروشور لبعض اللوح اللي هنعرضها هيت. يعني بروشور اهوت كام لوحة ورا جنب بعض اهمن، لوح كلها اهو. واقف على اهوت هنشوفهم اهم اللوح اهمت. بص جنب بعض اهو. ده اللوح دهيت اللي احنا عرضنا البروشورات بتاعته. وبرضه لوح تانية زي دي كده اهو، لوح حجرية عليها نقوش. يا رب يكون التصوير حلو وعجبكم عشان تستمتعوا اهو. وبنزل على البروشور عشان تعرف احنا بنصور ايه.
وده تمثال برضك اهوت، عامل زي تمثال موظفين، راجل الجالس اهو. البروشور بتاعه بيقول كده، بيقول تمثال راجل جالس اهو. هوريهولك اهو، هنزل لك عليه عشان تشوفه. يا ريت يكون التصوير عاجبكم، ولو في اي ملاحظة اكتبوا لي في التعليقات وانا اعدل اللي انتوا عاوزينه اهو. البروشور بيقول نفس الكلام اهو اهوت. ومن عصر ايه ومن اسرة ايه، نفس الكلام هنا برضك. ده شبه الكاتب المصري، كاتب المصري الجالس، نفس الشكل اهو، نفس القعدة اهوت، ونفس التصوير. بحاول ان انا اصور لكم وانزل لكم برضك على البروشور عشان تبقوا عارفين ده ايه، اللي هو الشرح التوضيحي بتاع القطعة. ودي صورة بقى من فوق بعد ما خلصنا لف لمدخل المتحف المصري الكبير، وتمثال رمسيس، وده حاجة كده شبه المسلة. ودي تمثال برضو اللي احنا قلنا عليهم، تمثال آلات الحب، زوج وزوجة.